الهبل ده. يا لهوي يما. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا النهارده موجودين في الامارات، انا واستاذ يحيى رشدان، علشان عندنا حاجه مهمه جدا. انت ما تبصش هنا، هتبص في العدسه عشان ما تطلعش احول. انت مش شايف من احمر؟ ايه ده؟ اوكي. طب استنى، عشان احنا المفروض احنا في مهمه رسميه متخفيين. بالظبط كده. تاني، مساء الخير. احنا موجودين في دبي، انا واستاذ يحيى رشدان، عندنا ايفنت جايين نحضره، هو مهم جدا الحقيقه، في كلاب سوبر كار كلاب، اكبر سوبر كار كلاب في الشرق الاوسط، اسمه سوبر كارز مجلس. الراجل بيكلمني، الراجل وصل، لازم الدخله باظت، هننزل له بس احنا متخفيين، احنا جايين نشوف الناس دي شغاله ازاي عشان نطبق شغلهم في رودز اند رايدز في مصر. كمين واحنا هنفضل لابسين النضارات دي عشان محدش يعرفش، محدش ياخد باله ان احنا معاهم، ما نعرفش ان احنا بنتجسس عليهم. يلا عشان الراجل هيشتمنا في الاول. اتحركنا. كولدير ايه؟ استنى، ده سبيل ابن اخت احنا اتحركنا. المشكله ان احنا عشان متخفيين بالنضارات دي فانا مش شايف حاجه، كيف على وشي في اي لحظه. طبعا نتوقع النهارده عربيات فيها شبه كبير من العربيات بتاعتنا في الكلاب. والايفنت نفسه هم كل سنه عندهم موسم بيبداوه، سوبر كارز مجلس. ده ابتداء موسم 2024 بيحتفلوا، فهم بيحتفلوا شكلنا اهبل قوي واحنا بنصور. انا قلعت النضاره، هيعرفوك كده في الاسانسير عشان ما نبقاش شكلنا عبيط جدا. طب احنا هنرجع تاني بقى نشوف. انا مش شايف حاجه، عايز اطلع في الشارع بقى اهو. بصوا بقى مين جاي ياخدنا. هو جاي ياخدنا بالبورش نركب احنا فيه. ما احنا هنركب، انا هركب ورا. صديقنا المصري اللي مشرفنا مستر رامي عمران مش هيخرج من العربيه عشان هو ما بيحبش يطلع في التصوير، هو بيحبش يطلع في التصوير، فانا هسلم عليه واجي. استاذ رامي عمران فخر الصناعه المصريه في كلاب سوبر كارز مجلس. الحقيقه هو اللي عرفني على كل الناس، وهو دايما البوابه لاي حاجه بتحصل في اس ام الحقيقه بالنسبه لي. ومشرف، راجل مشرف وجميل. وفي العقارات بقى مش قادر اقول لكم، هو اساسا انا اتذكر من سنتين، فاكر انت من سنتين عملت فيها ايه؟ وداني وداني حاجه اسمها بنت هاوس، اللي هو البيت. هحضر لك حاجه ثانيه. هتأجر لي حاجه؟ لا بحضر لك. انا قلت هتأجر لي. وداني، مش هقول لكم غير حاجه واحده، ان قعده الكابينيه كانت بتفتح لوحدها. مش قادر اقول لكم، الراجل ده في حته ثانيه. فاحنا رايحين دلوقتي هنتجمع، هقول لكم اليوم ماشي ازاي. احنا هنتجمع في معرض اسمه بيوبل اوف فيت. معرض انا اصلا مكسوف اقول عليه معرض، لما هوصل هوريكم منظره عامل ازاي. كل الممبرز هيجوا يتجمعوا هناك، وبعد كده هنتحرك من دبي في كونفوي او في تجميعه كده لابو ظبي، نوصل عند ياس مارينا سيركت، حلبة الفورمولا 1. والحلبة النهارده كل الممبرز هينزلوا يسوقوا عليها، والحلبة مفتوحة، يعني هيعملوا اللي اوت بتاع الفورمولا 1 الكبير. انت ناوي تنزل النهارده على التراك؟ هتسوق ان شاء الله. طبعا رامي احنا راكبين عربية بتاعته 992 توربو اس كونفرتبل او كابريوليه، وهي عربية زي ما قلت لكم هي ستوك خالص، مش معمول فيها اي حاجة، ولا تيون ولا شكمان ولا داون بايب ولا اي حاجة، بحالة الوكالة. طبعا احنا فوتنا اكزيت في دبي بقى، دي حاجه مشهوره جدا انك تفوت اكزيت. بتروح بقى ايه؟ بتروح الشارقه مثلا، يعني تروح تلف من الشارقه وتيجي تاني. النصيحه ممكن تستخدم ويز. هو الاسود شايف قد ايه؟ المعرض اهو، بصوا يا جماعه المعرض اهو. يا لهوي عندهم هوايره جوه، عندهم 2 هوايره. والبص زانوسي قفل على ده عربيات جميله جدا ما شاء الله. في ناس واقفه هناك كده، في ناس تيجي. في بقى ده هبل برضه. فيرست موتورز رحت السنه اللي فاتت. فيرست موتورز ده بيفهم فشخ في العربيات، ده بيعرف فيرست موتورز. لا هو بصراحه فظيع. وايه ده اهو، ده قيس هناك اهو بال 765 ال تي. انا هوريكم لما نوصل عشان بقيت اظبطها. انا والاستاذ يحيى رشدان وصلنا، ورانا اهو العلم بتاع سوبر كارز مجلس، الكلاب بتاعهم اللي هو زي الكلاب بتاعنا بالظبط. صوتك عشان ما حدش يسمعك.
احنا ما حدش واخد باله، احنا واقفين على جنب اهو على الطريق. احنا في مهمه رسميه خبيثه شويه فاحنا وصلنا المكان اللي هيتجمعوا فيه اعضاء الكلاب اللي بعد كده هيتحركوا على التراك. فتعالوا نوريكم احنا بنعمل ايه بالظبط. تعالوا يا استاذ بسم يحيى. الله الرحمن الرحيم. نقلب الكاميرا. نقلب يا باشا. استاذ يحيى وصل في العربيه دي بتاعت ابراهيم الغيطي. ايوه ابراهيم ابو الغيط. سهله دي كانت مع ده راجل مصري جميل. احنا هنا عند معرض اسمه بيوبل اوف فيث. ايه ده ايه الصوت ده؟ جرى يا اولاد الكلب الحق روما. المهم طبعا زي ما انتم شايفين عربيات كتيره متجمعه لسه. قلبك على اليمين. جي تي 3 خلاص بقى، هي ما رضيتش بيا يا استاذ يحيى، كانت زمان دي الاكس. هتجيبي بيها احسن منها ان شاء الله. انا جبت الاحسن منها فعلا. تعالى بقول لك ايه، تعالى هاتها من الاول كده، من الاول ايه؟ نعمل ووك اراوند الاول. دي ارتورا، دي الارتورا الجديده، دي اللي هي ال 570 الجديده. والله حلوه. افتكرتها زي العربيه اللي هي الفضي اللي عندنا دي اللي موجوده زي بتاعت مصطفى اللي كان شكلها غريب. لا لا مش جي تي، لا دي ارتورا. الله بيدوروا لوحدهم ولا ايه؟ بصوا يا جماعه دي المكلارين ارتورا، واخدين بالكم ازاي؟ حلوه على فكره قوي، جميله جدا. بس ما فيهاش سبويلر، يعني انت خدت بالك ما هو المكلارينز ما فيهمش يعني، الا دي طبعا 765 فيها. ما شاء الله 765 يعني يا جماعه على الحقيقه جميله جدا. ليفل تاني خالص، جميله جدا ما شاء الله. جي تي 3 تربو اس. النهارده متوقعين ان يبقى في حوالي حاجه و80 ل 100 عربيه، فالموضوع لسه بيبدا يعني. احنا لسه العربيات دي قليله قوي بالنسبه للعربيات اللي جايه. اف 8 سبايدر. ايوه بقى استاذ حلايق. ودي هوراكان. لا دي مش ايفو، دي هوراكان العاديه. ادي جامد. 765 دي عربيه قيس. دي عربيه قيس ما شاء الله عليها، جميله جدا. تايكن انا مش مهتم انا بالتايكن. خليك كويس يا جدع. حاضر. عارفين مشي ليه ده؟ مشي عشان اتقمص، حس ان هو مش عامل منظر قدام الناس. دي بقى ال 812 الاس تي اوبر، وهي مش جي تي ار برو ولا مش عارف برو ولا مش برو. بقول لك ايه؟ نعم. دي فيها رول كيج جي تي ار، بيبقى فيها رول جي تي ار بيبقى فيها اوبشنال اي ثينك. والله؟ فيها رول كيج اصفر لذيذه قوي برضه. لونها حلو ونط لذيذ. لونها حلو. احنا النهارده هدفنا عامة، تعالى بقى، احنا هدفنا النهارده ان احنا نحضر معاهم اليوم ده ونشوف. هم طبعا كلاب كبير وقديم، بقى لهم ده بيحتفلوا بالسنه الثامنه سوبر كارز مجلس. فاحنا هدفنا ان احنا نشوف هم بيعملوا الايفنتات دي ازاي. احنا عندنا عملنا حاجات حلوه جدا في رودز اند رايدز في مصر، لكن احنا الايحاء بتاع رودز اند رايدز جه اصلا من سوبر كارز. بالظبط مظبوط. يعني احنا حضرنا معاهم ايفنتات من سنتين، رجعنا قلنا احنا محتاجين نعمل ده، والحمد لله عملنا ايفنتات وصلت حوالي 50 عربيه. يعني النهارده ده يعتبر ايفنت كبير قوي، جايبين 80 عربيه. فاحنا الفرق بالنسبه لمصر ودبي فرق مش كبير، بس طبعا الكاليبر هو اللي مختلف، مش كاليبر الفرامل، كاليبر العربيات. يا اخي قول كلمه مره يا اخي من غير هزار. الكاليبر مختلف. استاذ يحيى مش عاجبه ال 296 قلب عليها خلاص. لا يعني احترامي الكريم وحبايبنا اللي راكبين 296، بس هو اللون ده لون مانيكير. عاوز اقول كلمه بس مهمه قوي. معلش يا جماعه، عاوز اقول لكم حاجه بس. هي فكره بس ان ال 296 بجد انت دخل الشاشه في وشي يا عم ما انا شايف من عندي ان ال 296 معالمها اتغيرت. معروف ان مع معالم الفيراري بتاعتها يعني. الفيراري نفسه اتغير. هي عربيه جامده وقويه، هي بس عربيه فيراري تعتبر النهارده. هي عايزه كتير اتغيرت في شكلها بالذات من ورا يعني. ايوه فاهم. هي عايزه تحلو شويه، بس كده هم بيعودونا على الاشكال. ايه رايك في اللون ده؟ لون لذيذ، بس انا برضو الالوان يعني هو لون لذيذ. بس ايوه فهمت. خلاص فاهمه وصلت. بص الاس تي او، مش هنجيب اس تي او بقى ولا ايه؟ بص دي حلوه، بس اللي عندنا اللي هي كلها ساده دي تحفه. الذهبي مع الاصفر برضو زياده يعني. هي عايزه ذهبي مع اسود اكتر. ايوه حاجه كده. دي بلاك سيريز. بص جي تي 3 ار اس الجديده، اول مره اشوفها. ما شاء الله، اول مره اشوفها على الحقيقه. الفوريت دي يا عم فوريت بقول لك جي تي ار اس عمرنا ما شفناها على الحقيقه قبل كده. يا عم احنا عندنا ما عندناش جي تي ار اس. ما بقولش ار اس، فرقت ايه سبويلر وسبويلر. لا انت كده بقى راجل. انا طبعا فرهدت، بس احنا زي ما قلت لكم انا واستاذ يحيى هنا في مهمه رسميه. انت عارف يا رامي احنا في مهمه ايه؟ المهمه هنا ان احنا بنشوف السيان ده يعتبر المرجع، بنشوف الناس دي شغاله ازاي. فاحنا جايين زي كده نسرق معلومات. عشان كده اول ما بنتكلم في الحاجات دي بنلبس النضاره على طول علشان يبقى ما حدش يبقى عارفنا. طبعا معرض بيبل اوف فيت ده بقى جوه قصه ثانيه خالص. قيس بيعمل حلقه. بصوا لا هو لابق قوي عليا. ارمي نفسك في لابق قوي عليا، والله لابق عليا قوي. بصوا بقى دي افنتادور التيمي. هي صح. هي دي اللي انا صورتها. اصل ده اكزاكت سيم سبيك اللي انا صورته. تصدق العربيه دي غالبا اللي انا صورتها. تصدق غالبا دي اللي انا صورتها في السعوديه. ممكن تبقى هي هي تقريبا هي، اعتقد هي. العربيه دي سوقتها قبل كده يا جماعه. دي بيرفورمانتي اس اف 90 سبايدر واس اف 90 كوب. طب انا هتفرج بقى. انا عشان انا اتضايقت.
here from SCM Oman today. We have the one and only Ahmed Wakil and Yahya Rashdan waiting from one quick point to note. الميتنج ده اللي بيتعمل قبل الميتنج بتاع او الايفنت بتاعهم عشان يشرح لهم اليوم هيبقى عامل ازاي، المفروض نعمل ايه بتاع الكلام ده. طبعا احنا بنعمله بس كلابي كده اللي هو كلابي بالظبط، زعيق من بعيد كده. نقول لهم اللي هيجري هيتنفخ، يحيى بيقعد يقول لهم كده اللي هشوف واحد بيجري هطلع ماشينه. احنا بنعملها بطريقه مختلفه. ايوه بالظبط يعني. بس فهم دلوقتي هنا بيعملوا عقد ما بين سوبر كار ماسترز وبيبول اوف فيت اللي هو المعرض اللي هو فيه العربيات دي كلها. احنا عاوزين نعمل نمضي مع مين احنا؟ نمضي مع معرض الغلبان. اتحركنا يا جدعان، كله بيجري وفي حاجات مش طبيعيه بتحصل. اتحركنا والوجه الى ابو ظبي، حلبة مرسى ياس. اديهم واحد امباليه عالي. امباليه يا ساتر يا رب. ايوه كده يا استاذ رامي. وقفوا خلي بالك. انا المضحك في الموضوع اللي ضحكني ايه بقى؟ كميه العروض اللي انهالت عليا، خد سوق ماكلارين، بورش، مش عارف ايه، لامبورجيني ايه. ما بيحصلش كده ليه في الكلاب عندنا في مصر؟ ليه ما حدش بيقول لي خد سوق عربيتي؟ ايه السبب؟ مش عارف، عدم ثقه. في عدم ثقه ولا في حب ذات يعني، مش عارف. المهم ان احنا متحركين دلوقتي وهفرجكم لما نوصل. احنا دلوقتي في الطريق متجهين بقى على حلبة ياس مارينا سيركت. كله راح مستحلف. انا حضرت مره ايفنت مع اس ام في دبي اودودروم، والناس بتخش تسوق بجد يعني، بيسوقوا جامد. فاللي انا سامعه النهارده ان حلبة ياس هتبقى مفتوحه كامله، اللي هو اللاي اوت بتاع الفورمولا 1 الكبير. احنا طبعا ما يختلف عن رايدات رودز اند رايدز اللي احنا بنعمله ويحيى بيبقى مهتم قوي بيه، ان احنا نبقى كلنا ماشيين ورا بعض، محدش يطلع من الكونفوي. طبعا ده مش حاصل هنا يعني، هنا عشان العربيات كتيره برضه شويه، فاكن كده ايه، هنتقابل هناك كل واحد يشيل مسؤوليه نفسه. في مصر ممكن نعمل كده بس احنا مش ما نضمنكمش يعني، انتوا خطر، في ناس خطر والشوارع يعني، فبلاش يعني. خلينا نديكوا فكره بقى، مفيش حد باين قوي من احنا لوحدنا حاليا. كنت عايز افرجكم حاجه بس في سي ال ايه وفورشه، اكني ماشي في الدائري، مفيش حاجه. بس هو في ماكلارين قدامها يعني. لا انا جايب لك كام حاجه نفرجكم كده احنا هنعمل يا لهوي. ده غير الساوي ابو مرسيدس بينس. بس خلي بالك يبقى في رادار بس. استاذ رامي ما بخلش في التيون يعني، ما بخلش في التيوننج الحقيقه. ماكلارين ايه يا جماعه؟ 570 وقدامها الاف 8. طبعا احنا بنتكلم في عربيات كتيره قوي لسه مش باينه. لما نوصل التراك هفرجها لكم بقى كلها ان شاء الله. الطريق لابو ظبي اكنك طالع السخنه كده، مش بعيد. ومحتاج شويه حاجات الواحد ما يجوعش. تاخد لوكال مستورد. بس الهدف اني ما فرفتلوش في العربيه، لان العربيه سبيك الابيض ده مش بتاع الكلام ده. بص يعني بصفيها الاول قبل هذا والشفا. الدنيا مولعه يا استاذ رامي، الدنيا مولعه. استاذ احمد عامل شغل، انت عامل كراكلز كتير. وبعدين الراجل بتاع ال 765 اللي حضرتك علينا رد بيعمل كراكلز. انت عندك الكراكل دي بتطلع نار ولا بس صوت؟ مش عارف، مشكله محتاجين نعرفها. زي ما انتم شايفين يا جماعه، طبعا اس تي اوهات كتيره قوي. بصوا الاس تي او دي سباك عنيف. في واحده ثانيه هناك اهي، حاول ازوم. مره واحده الكونفوي بقى ماشي ورايا. اسمعوا بقى الهبل ده. يا لهوي يما، افتح السن اساسا. يا استاذ رامي، يا استاذ رامي، ده استاذ رامي. ياس مارينا حلبتي المفضله. هي دي هنا دخلتنا دي، مش عارف، محدش دخل منها.
هو انتوا التجمع فين؟ انا هقول لك احنا فين دلوقتي. احنا هنمشي ورا ابو حمد. ياس مارينا سيركت. وصلنا تراك ده انت عارف ان انا جيت الهاني مون هنا في التراك. والله جينا حضرنا سباق فورمولا 1. اول سباق سيباستيان فاتل يكسبه في حياته. جيت شهر العسل هنا وحضرنا السباق. فاكر السباق بتاع اول مره فيرستابن يكسب للاسف يعني. للاسف بالظبط. انا بقى حضرت ده، شفت اول طلع من لويس هامilton طلع منه في اول ده كان فين؟ في انه بلد؟ هنا. كان هنا برضه. انا بحب ابص المكان ده، انا بعشقه، خلي بالك يعني بعشق المكان ده. التراك ده بالنسبه لي بحبه جدا جامد جدا. كنت قاعد في النورث جراند ستاند، احنا هنا في الويست. بصوا يا جماعه تراك سكيل بقى تاني خالص. احنا نفسنا يبقى عندنا تراك زي ده والله في مصر. ما فيش، بس الاسفلت سعره غالي قوي. والله العظيم يا اخي يا بحبه يا اخي. بصوا يا جماعه صرح، والله صرح ياس مارينا. زي ما شفتوا الموضوع بصيته بصه. ده الفاوندر بتاع السوبر بتاعنا. انت نسيت الكلاب بتاعنا. سبونسر رايتس. شايف ايه؟ انت الفاوندر. لا شايف ايه بقى؟ ما شاء الله. على فكره انا بجد انا عاوز اقول حاجه، بس انا فخور بصراحه باللي احنا عملناه في مصر اصلا ككلاب يعني، لان دي فكره جديده بالنسبه لنا ان احنا عملناها. وطبعا لما جيت النهارده وبصيت طبعا في فرق طبعا في اعداد العربيات، وهو النهارده ما هو مش فرق كبير. النهارده عاملين مثلا النهارده حدث كبير بتاعهم، حدث كبير بتاعهم اللي هو ما بيتجمعوش كتير كده برضه يعني بالعدد ده. النهارده مثلا في مثلا المفروض يتجمعوا حوالي اولموست 100 عربيه، احنا اتجمعنا ما شاء الله قبل كده 50 عربيه. في يوم التراك دي كان 50 عربيه. الحمد لله برضو الفرق مش شايف ان هو في فرق كبير. العدد انا عايز اعرف رايك عامه العام كده في التنظيم وفي الدنيا طبعا التنظيم حلو جدا. في حاجه برضو انا خدت بالي منها، هم لما طلعوا عملوا رايد او بيتحركوا من حته لحته، الفكره عشان هم 100 عربيه فما يقدروش يفضلوا ماشيين ورا بعض، فابتدوا يتحركوا مجاميع او فور فري. لا مش فور فري اللي هو يعني فري، كل واحد بيتحرك اللي هو في الديستنيشن. هنتقابل في الديستنيشن. احنا طبعا كنا بنحب ان احنا لما نطلع من حته لحته ان احنا نبقى مع بعض رايد وبتاع. بس بسبب الاعداد، لان احنا كنا برضو اكبر رايد احنا عملناها كانت 30 مثلا 30 عربيه، لكن احنا ماشيين على نفس المنهج بتاعهم. هم طبعا ناس بجد هم ساعدونا كتير في ان احنا نقدر نعمل القصه دي في مصر الشكل اللي احنا عملناه. انا متوقع انا متوقع بصراحه ان احنا ما شاء الله بالوقت القليل اللي احنا عملناه واللي احنا وصلنا له في الاخر وعملنا تراك دي ايفن ان احنا ما عندناش امكانيات. انا شايف لو احنا مثلا عندنا حاجه ربع المكان اللي موجود دلوقتي اللي احنا فيه اللي هو ياس مارينا، والله احنا يعني هنبقى في حته حلوه قوي قوي، وناس كتير قوي. خلي بالك كلم لنا حبايبك طيب يشوفوا لنا حته ارض. المهم الكلاب اللي عندنا احنا بادئين باعداد صغيره قوي، ناس كتير ما كانوش هيجيبوا عربيات اكزوتكس اصلا، لان هي برضو انفستمنت. انت لما تجيب عربيه اكزوتك النهارده انفستمنت، انت تحط فلوس في حاجه عليها طلب. انا عملت كده. استاذ احمد بيه الوكيل عمل كده، حطيت فلوسي كلها في الاكزوتك، في العربيه الاكزوتك، في العربيه الاميره. ده موضوع بعدين هبقى اقول لكم عليه، بس المهم يعني انا النهارده مبسوط باللي انا شفته. ده حاجه حلوه جدا، بس انا مبسوط على اللي احنا فيه، اللي هو بمبدا كده الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. بالعكس على فكره لو انت ركزت. ايوه بهزر يا عم، انت عمال تتكلم جد، الناس لا هزر معاهم. انا بهزر، بس انا في حته كده عاوز اتكلم، لان الموضوع بالنسبه لي خلي بالك احنا تعبنا قوي انا والراجل ده. يعني قبل ما نطلع روت الرايت ده بسنتين مثلا اتفرمنا عشان نعرف نطلع المنظر اللي انتوا شايفينه ده بسيستم بنظام. وعندنا فلاجز زيهم وعندنا اعلام زيهم. هو احنا ناقصنا حاجه واحده بس. انا شفت 570 بصراحه. ايوه يعني الجانب السيدات ما شاء الله في كتير بيسوقوا هنا حقيقي. دي كده حته هنقطعها. حبيب قلبي حماد، حبيب قلبي. اكتر عربيه عجبتك النهارده؟ بصراله الجي تي 3 ار اس قمر. عجبتك؟ هم بص من الاخر الجي تي 3 ار اس والاس 3 وانا بحبهم جدا جدا بصراحه. ايوه. بعدين هي فيها زوايا. عارف ان دي التكنيك ها؟ ما انا شفتها. خدت بالك منها؟ عجبتك؟ قعدت اتكلم عليها النهارده برضه في الستوري، بس جنطها مش عاجبني. تعال نبص عليها كده. والله يلا نفس الكلام. جنطها مش عاجبني، يعني الجنط مش عاجبني. طبعا زي ما انتم شايفين الحتت اللي هي فيها برافو كده تحسه. ده الاختلاف، يعني الفانوس نفس الفانوس، نفس فكره. ده لو ركبت له انوار على فكره يبقى ريفولت. لو المقاس نفس المقاس ممكن نروح نجيب اكسدام، ميدان الجامع ولا نجيب اكسدام. حسبي الله ونعم الوكيل. في شويه عربيات ظهرت في الاخر، بس خلاص بقى انا فرهطت الشمس والحر. هنخش بقى دلوقتي عشان بريف دلوقتي عشان يبداوا اليوم بقى على التراك. جوه التراك اهو التراك اهو. خش التراك هوريهولك. هو على ايه النهارده؟
شايف وجوه جديده وده مش حاجه عاديه. ما احنا نستنى. بص احنا نتفرج بقى يصفوا بعض هما بيخشوا التراك مش مفتوح كله صح؟ كله؟ بس لا دخلوا عدد معين. انا قصدي اللي اوت مش الكامل. مش الكامل فول جي بي بس مش الكامل. استهدى بالله كده وقول هديت هديت النهارده مفيش تايمات انا عارف فمش لازم جو حر تعمل التراك في 33 ثانيه. لا مفيش 3 اكسر الدقيقه مره. ان شاء الله. حاول تكسر الدقيقه مره. انا مش عارف انت جرب متفائل بيا احساسها. أوي كده ليه؟ جرب احساسها ما تاخد وقت تفكر. هنطلع ان شاء الله. اتفرج على حتى عدي من تحت الانتاج. 4 دقايق 4 دقايق. ده هنا عاملين سحب غالبا او حاجه. في سحب على حاجه هنا. تكسب كاوتش. تكسب حاجه هنا. والله تنظيم محترم الحقيقه. بس بيني وبينك ركز بس معايا. معاك الناس مزعجه يعني ديسريسبكتفul قوي ان الناس اللي واقفه ورا ده مش بتمشي. مصريين ده لا مش هو مفيش مصريين اصلا غيرنا. فعلا. ويحيى بس بياكل بس. يحيى بس عنده بيتزا. انا بيني وبينك برضه عشان معيش في دول انا سايبها تبرد لان جيت اكل معاهم لقيتها سخنه قوي. كلت برجر ما عجبنيش قوي فالبيتزا بقى نجرب البيتزا. بس خلينا نركز في ام التراك بقى اللي مش عايز يبدا ده. خلاص خلصنا البريف ونطلع دلوقتي هيعملوا لفه كده اللي هو لفه من اجل الميموري يعني من اجل ذكرى حلوه. لفه كده كبيره وبعد كده يبداوا بقى التراك دي. حد كل الهمبرجر بتاعي؟ البيتزا تحتيه. البيتزا تحتيه اهي. لا انا هاكل البيتزا بس يلا عشان هنبدا. مش قادر انا تعبان الجو هيموت. طيب اللي حصل دلوقتي ان الباريد بقى اللي احنا هنبداها دي مش هركب مع رامي هركب مع صديقي قيس. في ايه بقى في اللي انتوا هتشوفوه ده في ال 765 ال تي. بصوا مبدئيا قيس عامل حاجه جميله جدا في العربيه دي مخلي الناس تمضيله. ايه حلاوته وجماله وحلاوته. صديقي الصدوق احلى واحد في الدنيا والله العظيم. الكرسي ده محتاج لياقه. ها والله نوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه صح كده ايوه. ياه اتفكرتني بقعده البي 1. شفت ليه؟ انا صعب علي يحيى صراحه. الباب ما قفلش. ها والله هو راسه والحبه هنا. ايوه ما هو عشان الكرسي برضه يا جماعه مختلف. انا عايز ترحبوا بقيس. اهلا وسهلا. والله ده انا اللي رحب بيك. انضف بني ادم عرفته في حياتي. لا يا ريال والله العظيم حياة ربنا ما شاء الله عليه يعني حبيب قلبي. الله يخليك. بكلمكم من على المين ستريت بتاع ياس مارينا سيركل. احنا في المين ستريت طبعا العربيات كلها ورايا بياخدوا صور سكانات ليفنت عشان بعد كده التراك ده يبدا. التراك هيبقى مفتوح كله كل حاجه مفتوحه. التراك مش مقصرينه كل حاجه. بصوا بقى العربيات منظرها قد ايه. بصوا قد ايه العربيات ما شاء الله. ايه ده دي كومبيتيسيوني يا نهار اسود ومنيل ما شاء الله. دي ايه 12 كومبيتيسيوني دي جت امتى دي؟ الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله. ايه 12 كومبيتيسيوني. واضح طبعا ان في عربيات فيها كومبيتيسيوني. بص الكومبيتيسيوني يا استاذ حلايط. بص يا استاذ حلايط من كل حته. خلايط من كل حته يا استاذ حلايط. انا ليطت في العربيه. انت كنت راكب ايه؟ مع ابراهيم برضه؟ التربو. انا مفيش تعليق يعني. بص اللاين اب بص اصلا هم بيجمعوهم بقى. بص بنعمل لهم 4 لينز فالله اكبر يعني. لا وسيبك بقى من كل ده. فكره ان انت في التراك. ايوه شفت التراك انت بص احساس رهيب نفسي يبقى عندنا حاجه كده. نفسي والله ما هو ده اللي انا مخليني متاثر فشخ ان انا بجد الموضوع ده يعني فاهم بيزعل. وبعدين احنا عندنا ناس كتير قوي ناس بتسوق حلو فشخ. ايوه فاهم لو جم هنا او مثلا لو عملنا تراك زي ده هننبسط انبساط. فليه هم بقى حاسبينها مش حسبه انبساط حسبه الفلوس دي جايه هتروح فين. يا عم احنا لو حتى قيس لسه بيتكلم معايا دلوقتي بيقول لي ان تعمل تراك زي يعني هنا الموضوع مكلف جدا برضه. يعني بيقول لك دبي اوتو دروم ده مشروع وخسر بس بدل ما يهدوه انت بيستغلوه. مش لازم تعمل حاجه بنفس السكيل يعني. حاجه اصغر فاهم قصدي ازاي. خلي بالك هنا مباني هو ده اعلى جريد. فانت بتتكلم حسب بلاك سيريز معديه بس معاك في حفظ الله في حفظ الله. بلاك على فكره العربيه دي حلوه. اهدى كده يا استاذ حلايط. عدنا اليكم انا والاستاذ الحلايط اللي بيندب
حظه عشان معهوش عربيه، لو كان نزل ده كان خلي بالك. والله انا بس عاملها. انا طالب منك طلب، ممكن لما نرجع بقى تبدا تركز شويه على السيميليتر، شويه الحاجات دي، مش كله دريفت ما أنا بسوق. متعب. ما أنا بسوق ريسنج رينجز عادي. تخيل بقى تحفظ، تبقى عارف بقى التراك وعارف تركيز. لا انا مش عارف، انا ما بسوقش التراك ده هناك انت بقى تسوق هناك عشان اعرف حافظهم بقى. لان انا اول مره اشوف اصلا التراك ده هناك. وأتحداك. انا وانت نتحدى بعض، نبدا بقى ننفخ في بعض. أيوة. هو بينفخني دريفت طبعا، انا ما بفهمش حاجه في دريفت، لكن هو في السبيد ما بيحاولش يجي جنبي. انا تعبان في السبيد، بس حتى هو ما في كسبتش قبل كده سبيد انا. قصدي ريسنج. لا هنا لا. السبيد دي اللي هي بتاعتنا في مصر. ايوه قصدي ريسنج. بص انا هقول لكم بقى حاجه، عشان احنا ان شاء الله باذن الله لما ربنا يكرمه كده ويجيب الاميره عربيه ما شاء الله ثابته جدا، وكنا بنقارنها من كتر ثباتها الله اكبر يعني، كانت شبه قريبه من جي 3 جدا. جي 3 تتفوق عليها في الشاربنس بتاعت الستيرنج، بس يعني الستيرنج في احساس اكتر شويه من الاميره. فانا هندب استاذ احمد. لا انت جاي تدبني بجي 3. اصبر بس إيه ده؟ لا في التراك بتاعنا اللي هناك بتاع اوتو فروم يعني على قدنا احنا. لا خلاص هناك اول ما اجيب العربيه دي ان شاء الله ونعمل تايم وبطوله بقى، خش في بطوله. مالك انت انا مش هخش تراك. ايه انا همشي بيها كشخه، عاجبها امشي كشخه. ايه كشخه؟ قدام المول بره. يعني ايه كشخه؟ يعني اتكشخ كده بقى. كشخ. لا مفيش كشخات احنا. لا انا مش كشخ. الله اس تي او يا جماعه. ازاي العربيه دي شكلها ستوك؟ انت متخيل صوتها العربيه دي بجد مرعب. اسمعوا طب اللي جايه. ايوه بقى يا حلويات. جايب سباركنج ووتر عشان خاطر جبتها بطني منين؟ من بره. بكام؟ ببلاش بكام؟ والله ببلاش. ما بديش معاك الميه ليه؟ ما عندوش ميه. ما عندوش معاه سباركلينج بس؟ خاف اطرطر. بص بقى اللي جاي ده مستر رامي عمران. ايوه روميو. اللي عايز يتعالج ويجي زي ما انتم شايفين كده. نفسك تنزل؟ اه والله. لو قلت تنزل اختار عربيه تنزل بيها. قال لي جي تي 3؟ اه والله. تروح اشوف له حد. لا انا مش هنزل. لا عم. يا عم كانت 60 نيله انت يا سعيد. يا سعيد. عم جد وميت يا جماعه. الفاوندر هيطلع دلوقتي، عايزين نديله كلمتين تشجيعين. هو راح فين؟ اهو انا جاي. انا هقف اشجع. الله حلاوته في السود يا نهار ابيض. لا عاوز شوز اسود. مش مشكله، مش هتفرق. جامد ما شاء الله. مميت هينزل دلوقتي يا جماعه بالعربيه بتاعته 720 اس بس شرسه 1000 حصان تقريبا، ولابس بقى فول ريسنج، فهو ناوي يغلس عليهم النهارده. هو اصلا الفاوندر بتاع اس ام سوبر مجلس وعربيته ما شاء الله قويه جدا. انا طبعا ابتديت افرهد، خلي بالكم برضو يعني هم هنا الايفنتات من نوع الحلوف. مميت داخل حلبه اتفرج بقى عليها دلوقتي. فاهم في ميدا لو وقف عندنا في لجنه ده بص هيحصل معاه مشاكل. ده فاهم من قدام كمان. اوريكم الافنتادور. يا جدع صلي على النبي يا جدع. هوبا وداني. دي طبعا خناقات عالم اول يعني. 720 اس متعدله عملت ريف، الافنتادور سخنوا فعمل ريف، فردوا على بعض بريف وريف. احنا عندنا الدنيا ابسط من كده بكتير الحقيقه. احلى صوت جي تي 3 النهارده ما شاء الله. احلى صوت جي تي 3 النهارده بصراحه.
جماعه جي تي 3 ار اس ملك التراك، ما شاء الله ملك التراك. في نهايه هذا اليوم اللي مش عايز يخلص، ايه اللي هينعكس على رودز اند رايدز بعد التحقيق اللي احنا عملناه؟ شويه حاجات كده لازم هنعلن عليها في الاخر. مش هنقولها دلوقتي. لا. يعني في حاجات كنا هنعملها بشكل مختلف. بس في ممكن، بس المشكله احنا عندنا في مصر برضه ستيل هم دول عندهم كنترولز قويه جدا. الشارع اصلا كنترول اكتر من عندنا. بالظبط، وبعدين عندهم قوانين في الكلاب قويه جدا ما بتهزرش، يعني لا بيغلط او اللي بيعمل يعني بياخد جزاء. بالظبط. ليه فور هيز اون سيفتي. ايوه. في نفس الوقت ليه شكل الكلاب العام والكلام ده كله. بالظبط. هي نفس الفكره بتاعتنا، بس احنا بقى مش عاوزين، احنا عاوزين يعني من ضمن الحاجات اللي هو احنا لا لازم هنحط بقى رولز محطوطه، اي حد بيخش جديد او اي حد موجود في جوه كلاب لازم يكون عارفها. مش عشان احنا بنعمل عليهم لا خالص خالص، هو عشان السلامه العامه والناس كلها تبقى حلوه والمنظر العام يبقى كده. بالظبط. واهم حاجه الروح الحلوه والعربيات الحلوه. جبت لكم اكزوتيك يا صيع. انا جبت لكم اكزوتيك. ممكن تدينا واحد. تصبحوا على خير.